تشاهدون في رمضان مسلسل الأكشن والدراما اليمنية. ولكن قبل البدء أتمنى منكم الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد، ولا تنسوا أيضا وضع رأيكم في التعليقات. في الفيديو السابق تشاهدون في رمضان مسلسل الأكشن والدراما اليمنية، مسلسل الغراب البديل لمسلسل باقة ورد. مش تنساناش الهدف تمسكوه حي. عشان انقذكم يا اغبياء. مسلسل الغراب سيكون من بطولة الفنان نبيل حزام، وأيضا الفنان يحيى إبراهيم، وأيضا الفنان عبد الله يحيى إبراهيم، وأيضا الفنان إبراهيم العزبلي، والفنانة فتحية إبراهيم، وآخرون من أبطال المسلسل السابق مسلسل باقة ورد. مسلسل الغراب سيعرض هذا العام في شهر رمضان المبارك على قناة اليمن، القناة التي اختفت في السنوات السابقة والتي ظهرت في السنة السابقة بمسلسل باقة ورد، وستظهر هذا العام بمسلسل الغراب. من المتوقع تغيير اسم المسلسل لأن هناك مسلسل آخر يحمل نفس هذا الاسم وهو مسلسل تركي. دعونا الآن نشاهد تصريح الفنان عبد الله يحيى إبراهيم حول هذا المسلسل، والذي سأضع لكم رابط قناته في الوصف في أول تعليق، اشتركوا فيها قبل الخطورة. طبعا المسلسل اللي بيكون في رمضان ان شاء الله مسلسل جديد ومختلف، مزيج من الدراما والاكشن لاول مره بشكل مختلف وطابع جديد وقصه مختلفه وحبكه مختلفه. المسلسل بدايه هو من بطوله الفنان القدير الاستاذ الغالي الاستاذ نبيل حزام، وايضا من بطوله الفنان القدير الاستاذ يحيى ابراهيم والاستاذ الغالي محمود خليل، وايضا هو من بطولتي. في هذا المسلسل أمثل فيه شخصية مختلفة وجديدة، وطبعا في كثير من النجوم موجودين في هذا العمل اللي دائما انتم تحبوهم وتتابعوهم خلال شهر رمضان المبارك. صعب اني اعدد الاسماء كي لا انسى من الاسماء، ولكن في مجموعة كبيرة من النجوم في هذا العمل. اما بالنسبة لاسم المسلسل مبدئيا الى حد الان اسمه الغراب. مسلسل جديد ان شاء الله، مسلسل الغراب في رمضان، حاجة مختلفة ان شاء الله واكشن وشغل محترم ان شاء الله. واحتمال يتم تغيير الاسم حسب رؤية المخرج وطاقم العمل والقائمين على المسلسل. اما بالنسبة للمسلسل فسيعرض على قناتنا الام قناة اليمن الفضائية، مسلسل جديد وبطابع جديد ومختلف، ونتشرف بمتابعتكم لهذا العمل الجميل الذي تم البدء في تصويره ان شاء الله، وسيكون معكم خلال شهر رمضان المبارك طيلة 30 حلقة. ايوه راي صح، واحد اثنين قم يا اليوم اول يوم تصوير خارجي مع الغالي عمي عبدنا، وبدنا كان معنا. هذا انسان رائع، لما اشوف رائع عنده وانسان مجتهد في عمله، والله يوفقك يا عم عبد. مشهد رقم 133 نهاري داخل صوت اثنين. المبدع خالد حبيبي، ايش تعمل يا خالد؟ والله صور صناعات، صور السحاب. يا سلام شباب، صناعات بطالة السحاب. صباح الخير، كيف حالكم يا حبايب؟ بداية يوم جديد ونشاط جديد ومختلف لعمل قادم إن شاء الله. موفقين. مجنون والله، بدنا نعضل. قفلته؟ انا خايف زرعوا النعيم. كيف؟ ما شاء الله. واحد دلادل يعني على بهدوء. يلا كيف؟ لا مش هكذا. كيف؟ بدنا نعضل.
كيف فعلته؟ كيف فعلتها كيف؟ بمسرج بمسرج. وفي الأخير أتمنى منكم الاشتراك في القناة. قربنا نصل إلى 200,000 مشترك، تبقى القليل، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك فهذا يشجعنا أكثر.